صلوا على رسول الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، بارك لنا فيه. ونسمع مشكلة النهارده. واحدة بتقول أنا يعني عداني قطر الجواز زي ما بيقولوا، يعني سني كبر وما اتجوزتش ولا اتخطبت ولا حاجة. اتعرفت على واحد غني جدا جدا بس كبير في السن، بيني وبينه 20 سنة، وطلبني للجواز وطلبني من أهلي. فأنا ما كنتش موافقة علشان أنا ما سبقليش الجواز، أتجوز راجل متجوز ومخلف ليه؟ أهلي قالوا لي احمدي ربنا، أحسن ما تتجوزي شاب وما معهوش فلوس. أهو راجل إجا يتجوزك وافق عليه وعنده فلوس وعنده كل حاجة. اتجوزته، بس اتجوزت عرفي. جاب لي شقة في منطقة هادية جدا جدا وراقية، قعدت فيها يعني علشان أشوفه كل شهر مرة لما يفتكرني. كنت أكلمه أقول له أنت سايبني لوحدي، أنا قاعدة لوحدي بين 4 حيطان، مش عارفة أكلم حد ولا أشوف حد. يقول لي هو أنت مش عارفة إن أنا متجوز وليا أولاد؟ أنت عارفة قبل ما أتجوزك؟ هو ده الوضع اللي تمشي عليه. المهم هو سايب لي فلوس ومش منقصني حاجة. فزي ما قلت يعني احنا بالليل والدنيا هادية خالص، محدش بيخرج بالليل، فساعات بيبقى ناقصنا حاجات كتير، اقوم بعتة للسوبر ماركت ديليفري ويجيب لي كل طلباتي. فكل مرة يجي شاب، نفس الشاب، يبص لي كده وزي ما يكون عاوز يقول هو انت قاعدة لوحدك؟ ما معكش مثلا راجل او اب او اخ؟ قعد شهر يجيب لي الحاجة، نفس الشخص هو اللي بيجيب لي الحاجة بتاعتي. فلقيته بيقول لي هاتي نمرة موبايلك علشان لو عوزت حاجة ابقى اكلمك واطمن عليك. فمع يعني مكالمات كتير وشفته كتير، فحصل يعني هو ملا فراغي، قاعدة لوحدي ما بشوفش حد، ما بكلمش حد، وشقتي بعيد كمان عن أهلي. وأنا ما كنتش راضية بالجوازة دي أصلا، بس أهلي هم اللي صمموا عشان الفلوس. فحصل حب لأن هو من سني وحصل حب بيني وبينه. المهم أنا والله يا جماعة ما بحبش الغلط ولا الزنا ولا العلاقات الغلط ولا أي حاجة. فلما إجالي ويعني هو بيجي في مواعيد جوزي ما بيبقاش فيها، ولما جوزي يجي بيبقى عطيلي تليفون قبل ما يجي. فلما حصل بقى بينا وبين بعض قصة حب وعلاقة وكله، فقطعت الورق اللي مكتوب العرفي اللي هو الجوازة اللي أنا فيها دي، قطعت الورق واتجوزت الشاب ده عرفي. طيب أنا دلوقتي ماشية صح، لو جوزي عرف أتصرف إزاي وأعمل إيه؟ ما أنا متجوزاه، يا ريت تفيدوني. والله العظيم ده حكاية. يعني ايه يعني انت متجوزه مين؟ ما انت متجوزه اللي انت قاعده في شقته، متجوزاه عرفي. تقطعي الورق وتتجوزي الدليفري عرفي. طب خلاص يبقى تمشي من شقته وتعرفيه ان انت يطلقك ويرمي عليك الطلاق. هي فوضى، هي تجاره، فما ينفعش ده كده زنا. يعني انت متجوزاه عرفي، بس في شرع مين الكلام ده؟ متجوزاه عرفي في شقه الراجل اللي انت متجوزاه عرفي. ففي يا جماعة لخبطة كده في الأمور الدينية كمان، مش الأمور الاجتماعية ولا الحاجات اللي بتحصل في حياتنا. بيفننوا وبيعملوا دين على مزاجهم. الوقت دي متجوزة عرفي، الراجل اللي اتجوزها وأهلها عارفين، وقاعدة في شقته وهي عارفة إنه متجوز وله أولاد، وقايل لها كل حين ومين أجيلك. فهي بتقول أنا قطعت الورق اللي بيني وبينه، وانا متجوزه دلوقتي الشاب اللي بيجيب لي حاجتي بتاع الدليفري. اتصرف ازاي؟ فانا قلت اهو يعني اسمعوا بقى انتوا المشكله وعايزه ارائكم. هل هي كده بتتصرف صح؟ هي يعني فكرها بيقول ان هي مش بتعمل حاجه حرام، قطعت الورق بتاع جوزها واتجوزت الدليفري عرفي. يبقى ما تقعديش في شقته،
الشاب بتاع الدليفري يجيب لك شقه واقعدي معاه، وعرفي جوزك يرمي عليك الطلاق. اكيد انت ماشيه صح، لكن اللي انت فيه ده خيانه وزنا للاسف. ولو جوزك عرف هيبقى فيها يعني ممكن يقضيكي. فعايزه اشوف ارائكم يا جماعه، واقول لكم اشوفكم على خير في مشاكل اخرى مع الصفا. تصبحوا على خير.